أنا سعيد جدا إني موجود في مرجع الدروز الروحاني وكل الأمور اللي بتخص الدروز في الدنيا في هذا البيت المحترم، بيت أبو أحمد الله يطول عمره. نحن الشيخ طاهر أبو صالح بنعرفه 40 سنة لما رافقنا مع بعض وفي تبعيته، والشيخ علم الدين أبو صالح، الشيخ أبو محمد جواد الله يرحمه. فنحن رافقناه مع بعض من سيدي النبي شيب الدالية زارها من منطلق محبته وغيرته للي صار في لبنان اللي فيها لعبنا دور كبير، وهو شاهد عيان في هذا الموقف. فنحن اليوم في نفس الوضع موجودين في محنة ثانية في السويدة. إن شاء الله في دعاء أبو أحمد اللي أنا في نظري أحد الأشخاص النزيهين في العالم، مش بس في المجدر. نحن في تبعيته، في دعاء، وفي أدمنته، وفي روحانيته، وفي دينه يدعى لنا إن شاء الله إنه نفس المحنة اللي مرقوها دروز لبنان وانتهت، المحنة في السويدة إن شاء الله في أقرب وقت بتنتهي في دعاء أهل الدين. نحن نتمنى له الصحة والعافية. نحن سعيدين إنه طلع من الوضع اللي كان فيه، واليوم الحمد لله الصحة منيحة ويخلي له الشباب وهالبيت المحترم. خلينا إياه. الحمد لله على السلامة. شكرا معالي الوزير. نحن أنا بشكر حضرتك كثير على هذه الزيارة القيمة مع العائلة، شرفتنا ونحن نعتز أبناء الطائفة بهذه البلاد. الرئيس الروحي للطائفة بهذه الدولة هو شيخنا الشيخ موفق طريف، وحضرتك من رموز الطائفة اللي عم تقدم المساعدات. حضرتك كنت وزير بدولة إسرائيل وإلك فضل وإلك أيادي بيضاء لخدمة طائفتك، واليوم الشيء اللي عم تقدمه لخدمة إخواننا بالسويدة هذا عمل كبير كثير، وكنا بنقدر جهودك وعملك اللي قايم فيه بمعية شيخنا الشيخ موفق الرئيس الروحي. وحضراتكم قايمين مع آخرين على مصلحة الطائفة بالتعاون مع مشايخنا الشيخ أبو سنان حكمات بالسويدة، الرئيس الروحي بالسويدة للطائفة. وأن نطلب من الله تعالى أن يوفقكم ويعطيكم الصحة والعافية ويقدركم على عمل الخير وخدمة الطائفة بإخلاص وأمانة. وحضراتكم أهلا لهذا الأمر. الله يخلينا. ونشكرك.